اهلا بيكم، انا مصطفى داوود، وانتوا دلوقتي بتسمعوا ما لا يخبرونك عن التسويق، البودكاست اللي بيدردش معاك في الحاجات اللي ممكن ما تكونش انت عارفها عن الماركتينج، والحاجات اللي احنا حابين نعرف عنها اكتر مع ضيوف مميزين جدا شاطرين جدا في مجالهم وبيجاوبوا على اسئلتكم وانتوا بالذات. البودكاست دوت بيحقق امنيه، وهي امنيه ان انا كان نفسي حد يقول لي الحاجات دي وانا لسه ببدا. حضر معاك حاجتين، الورقه والقلم، وسجل معانا كل حاجه هتتقال عشان كل اللي هيتقال في البودكاست دوت مهم. يلا اسيبكم مع الحلقه. انا هبدا من عندي، انت برضه ابدا من عندي. اوكي، حلو كده. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست ما لا يخبرونك عن التسويق. البودكاست كالعاده بيقول لك الحاجات اللي انت تعرفهاش عن الماركتينج. النهارده 31 12، اخر حلقه في السنه، ولكن الحلقه دي هتتسمع ان شاء الله ان شاء الله اول حلقه في السنه الجديده 2023. وده يعني يا استاذ عمر ان عدى سنه على البودكاست الجميل ده الصراحه، ولحد دلوقتي يعني الحياه حلوه، الحياه بقى لونها هنبداها يعني. دادز جوكس. بقول لك ايه، انا لسه الساعه 11 لسه صاحي شارب كوبايه القهوه، ويعني الكافيين والسكر بيجروا في دمائي دلوقتي. اخي. صباح النور. ماشي طيب، كالعاده يعني كالعاده احنا ما بنعرفش الضيف، ولكن انا هدي بس انترودكشن سريع كده عن عمر، وهو هيدي الانترودكشن الطويل عن نفسه. عمر زيدان من اكتر الماركتيرز الاكتيف على تويتر، ومن الاكتر الناس اللي انت هتسمع منهم اراء غريبه وكونتروفيرشل، زي ما تتعلمش الماركتنج من كورس، ما تتعلمش الماركتنج من بلوج، ما تتعلمش الماركتنج من بودكاست. واللي هو انت جاي هنا تعمل ايه يا عمر؟ عدم المؤاخذه يعني البودكاست ده عن الماركتنج وكده، فاحنا جايبينه هنا نضعه على كرسي نظري الاعتراف. شويه. هنضعه على كرسي الاعتراف هنا عشان نخلي البودكاست ده هو يخالف آراءه ومعتقداته ويعلم الناس عن الماركتنج كمان، مش بس يعني احنا مهمتنا ان احنا نقول للناس الحاجات اللي ما تتقالش. فده كان الانترودكشن السريع بتاعي يا عمر، ادينا الانترودكشن الطويل. استاذي ازيك، ايه الاخبار؟ الفل. يعني شكرا على الفرصه اللذيذه دي. وخليني اقول لك، يعني قبل ما ابدا اي ميتنج بحب ابدا بالاجنده. فاقول لك انا الاوبجكتيفز بتاعتي في هذا اللقاء، وانا جاي اعمل ايه هنا. انا جاي اعمل ثلاث حاجات، عندي ثلاث استفادات من هذا اللقاء. واحد، سيلف براندنج. انت قلت كلمه جميله ان انا من الناس الشاطره والجميله مش عارف ايه، وده كومبلمنت جميل، واحب اخد الفاليديشن بتاعه. بس انا بستغربه لان اخر الثلاث او اربع سنين من حياتي انا ما شيرتش اي نوع من المحتوى اللي انا بشتغل عليه، ولا بتكلم عليه في اي كورس او ورك شوب او اي حاجه. مش فاهم هو الناس ليه فاهمه ان انا شاطر او شغال. ساعات مثلا الاقي ايه، انا مصور كده بفطر في مكان وشغال ومصور اللابتوب، فالناس ايه الشطاره دي الحلاوه دي، شايفين صوره فانل. ما يمكن انا عاكك في البانل، يمكن مش جايب التارجت يا جماعه. فيعني ايه، كشخص عنده مشاكل في الناس اللي بتاخد سمعه من النت على الفاضي بدون ما تبقى عارف هم باعوا ايه ولا اي حاجه، فحابب ان انا اشير مع الناس انا بعمل ايه او فلسفتي في الشغل اللي انا بعمله ايه. تدي انسايت شويه في التعامل معايا، عشان بحس ان ايه، واحد محتاج يحط نفسه في حجمه الطبيعي. فده رقم واحد. والله رقم اتنين. يعني هقول لك على حاجه. آه، انا مش مبهور بالاضواء والفولوينج بتاعك على تويتر الصراحه. يعني انا سالت المنتور بتاعي وقال لي ان عمر زيدان شخص بيفهم، هاته على البودكاست، فانا اعتمدت الاجابه دي. يلا بينا، عمر جاي ما دلوقتي. بتكلمش اصلا على الشغل على الانترنت الا نادرا، لان بحس ان ما هو انت مش هتبقى 8 ساعات من يوم ولا 9 ساعات وكمان معايا وانا مروق دماغي، لا. اقعد على المكتب ما تخصش في حياتي يعني. بس فده رقم واحد. يعني رقم اتنين بالنسبه لي ان آه، انا مؤمن ان النقاش هو احسن طريقه للوصول للاجابات الصحيحه والمنطقيه واللي. فانا شويه بشوف واحد ان في مشكله، ان في صوت واحد شغال في الماركت وتوجه واحد، وببقى زعلان يا جماعه، هو ليه ما حدش بيقول الناس دي حاجه تانيه ليه؟ فحاسس ان الواحد عليه جزء من الامانه العلميه والعمليه في ان هو يجي يقول الراي المخالف اللي نفسه يقول للاخرين ما تقولوه، ما تقولوش ليه يا جماعه؟ طب ما اطلع انا اقوله. فده واحد. واثنين، علشان انا عارف ان انا هقول حاجات غلط، وعارف ان ممكن اقول حاجات مبالغ فيها، وانا مؤمن ان انا بفهم لما حد يناقشني ويقول لي ده غلط. فتعالى نقول وجهة نظر مخالفة، وتعالى نختبر وجهة النظر دي ونقومها. يمكن تطلع انت، يمكن نطلع انا حمار ونصاحب اربعه اصحابي اغبياء زيي وكلنا عمالين نهس على بعض فاهمين احنا بنفهم.
فقلت بدل ما الواحد بيكلم نفسي، لا تعالى نطلع كده ونتكنسل والكلام ده يتاخد، بحيث ان الواحد يختبر افكار. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، اتيكم مبعوثا من مركز شباب الاوتلايرز. يعني جامعة من أم ثلاث حروف، ولا ابن سياق من اللي هو فيه بقى نوادي وكلابس والناس اللي بتشوفهم رايحين الايفنت الفلاني، عارف، ما يبقوش الا كده مع بعض ستة سبعة كده شادين بعض في كل ايفنت. فمش ابن هذا السياق، مواطن بسيط عادي جدا ابتسمت له الحياة والظروف. فنفسي اتكلم بلسان هؤلاء الاشخاص اللي مش ابناء اي سياق من السياقات الاخرى، علشان بحس ان مفيش حد بيحكي وجهة نظرهم، واجين في وجهة نظر معينة كده ماشية في السوق، وهي دي اللي بنقول لها تمام وحاضر. دي الأجندة بتاعتي يعني من هذا اللقاء يا سيد مصطفى. اتنين، كنت تسألني أعرف نفسي، فأنا بعرف نفسي بإن أنا بياع. نقطة. بجد الموضوع يا مش أكتر راجل. من كده ولا أقل من كده. أنا بدأت في 2007 كديزاينر. قعدت ديزاين لحد 2010 مثلا. وبعت بقى واجهات مواقع ولوجوهات واتسرق لي قبل كده براندنج كنت عامله جمعيه خيريه وحاجات كده، كنت عايش بقى دور ان انا مصمم الفاز وحاجات كده. فالموضوع كان لذيذ، وانا بحب قوي المحتوى وكونسيومنج المحتوى. في 2012 صديق ليا قال لي: ما انت بدل ما انت قاعد تكتب بوستات على النت ومصدعنا كده، ما جيت تحط الكلام ده في استخدام مفيد وتشتغل معانا كونتنت كريتور. حاضر ماشي يلا بينا. ففي 2012 سبت عالم الديزاين، وقت ان انا بقى اكتب كونتنت بايدي. ف كنت شغال مع شباب في حاجه اسمها الكارير، وحاجه كمان تانية مش فاكر اسمها ايه، تي ديزاين حاجه كده. كانت تجربه لذيذه جدا في صناعه الكونتنت، كونتنت كريتور فسبيشالست. بعد كده دخلت بقى عالم الايجنسيز، 4 سنين في عالم الايجنسيز، حيث رضا الكلاينت امن من رضا الوالدين. فانت مش مهم انت شايف ايه صح، مش مهم هو صح ولا غلط، مهم ان الكلاينت شايف ايه صح. من الصدمات اللي مريت بيها في التجربه دي مثلا ان كان عندي براند بتاع مشويات بدون ذكر اسماء، يعني فضلت اعمل له كونتنت كتير قوي، وده ابني الصغير اللي انا كبرته. ولحد ما في يوم قررت ان انا انزل بقى بنفسي اجرب هذا الشيء. فانا عمال اكتب بقى كونتنت روش بقى جدا وايدجي بتاع شباب جدا، وطعم الشيش ما يتنسيش من مطعم مش عارف ايه، والجو التعبان اللي انت عارفه ده. كده لما رحت المطعم اكتشفت ان المطعم ده كله عائلات، وبابا قاعد وجنبه 6 7 من ولاده، وكلهم جايبين الليمون بالنعناع، وجو عائلي جدا. فحسيت ان انا بكتب كونتنت جاي على هوا الكلاينت، معايا ميديا باير شطور بيخلي الكلام ده يفايرل ويشتغل، بينما هو الحقيقه هو ملوش اي معنى ومش بيخاطب الكلاينت باي شكل من الاشكال. ف يعني تجربتي مع الايجنسيز، انا بدات ككنت اكونت مانجر، سينيور اكونت مانجر، اشتغلت استراتيجيست مده. موضوع الاستراتيجيست ده برضو كان ضحك لوحده يعني. يعني انا لما اشتغلت استراتيجيست كان بالنسبه لي فكره انا خايف حد يسالني يعني ايه استراتيجي. يعني انا بشوف استراتيجيز كتير قوي في السوق، وكل واحد بينفذها بطريقه، ومش عارف ايه الفرق بين الاستراتيجي والبلان. بس هو انا استراتيجيست، والكلاينت بيحلف بشغلي، بس انا استراتيجيست. يعني مش عارف، اتفضل لو عندك اي كومنت تاني. لا، انا برضه انا مع يعني انا حتى الان ما قابلتش ولا ديجيتال ماركتنج استراتيجيست، وما عنديش فكره هم بيعملوا ايه الصراحه. يعملوا بروبوزلز ملونه، اوه. بيقول للكلاينت: يا كلاينت دي البيعه، تمام خلاص الكلاينت مضى وحط ختم وتمام هديكوا الفلوس. يروح بقى الكلام ده كله رايح للاكونت مانجر والشباب الكونتنت كريترز بقى يقطعوا فيها زي ما هم عاوزين براحتهم، بس هو الراجل انتهت حكايته لحد هنا. فحاجه مينينجلس، يعني اللي هو ايه الجدوى لو انت عارف ان انت عامل بقى ايه، والسيجمنتيشن بتاعنا والبيرسونا، وعارف ان في نهايه اليوم الكونتنت كريتور هو بياخد مرتب قد كده، ومطلوب منه ان هو يعمل 12 بوست، فهيعمل اي حاجه وينجزها، ان محدش بينسنتيفاي الشخص ده يشتغل احسن. فما مش بيشوف اصلا البيرسونا اللي بتعملها ولا السيجمنتيشن اللي بتعمله، او كله في فلك الناس. حته البرسونا دي دايما بتجيلي بتجيلي على الجرح، عشان انا دايما بشوف الناس عامله بيرسوناز غريبه وكده، ويعني عمري ما فهمت البيرسونا الصح بتتعمل ازاي. لو انت قاعد في مكتب كده ما بتشوفش الكلاينت بتاعك، ولا هو بس احنا الكلاينت بتاعنا بيطير، وفي الاخر تلاقي الكلاينت اصلا بطريق، لا بيطير ولا بيسبح، بيعوم، بينزل تحت الميه. احنا قاعدين قدام وايت بورد
عاملين فيها اذكياء وبنشخبط على الوايت بورد ونقول ان احنا بنفهم وبنحط الكلام ده في بتاع ملونه. انا من الاستراتيجيز مثلا، يعني انا بحب اشوف الناس التانيه اللي في السوق بتعمل استراتيجيز شكلها عامل ازاي. واحده من الايجنسيز كبيره قوي كان كل اللي هم بيعملوه ان هم بيغيروا كام سلايد، يشيل اسم الكلاينت من هنا يروح حاطط اسم الكلاينت من هنا. بجد كلها نفس الشانلز، نفس السيجمنتيشن، نفس مش عارف ايه، غير بس كام حاجه. طب فين الاستراتيجي يا جماعه؟ فيعني انا يعني في عالم الايجنسي حسيت عالم رائع في ان انت تبقى عندك السنس بتاع ايه هيشتغل مع الكلاينت وايه لا. بس حقيقي انت مش بتبيع لو مش معاك ميديا باير شاطر يعرف يعمل ادفرتايزنج شاطر، انت بتكلم ناس. فبدات اموف لعالم الديجيتال جورناليزم. ده كان عالم انترستنج قوي بالنسبه لي، لان انا بحب قوي اجين، بحب المحتوى قوي، صناعه المحتوى والفرجه عليه. فازاي انت يعني مثلا كان اشتغلت في براند كنا بنعمل 120 تويت في اليوم، شغالين على 5 اكونتس بنغطي كل الاحداث اللي ممكن تتخيلها في العالم. فازاي تكتب كابشن في الحاله في الثانيه دي، تقدر تيديته يروح تويتر ويروح انستجرام ويروح فيسبوك، كل واحد بطريقته بشكل مختلف، باكتر من اندستري، باكتر من توجه في نفس اللحظه. الموضوع كان يعني ات واز ا وور ماشين فور كونتنت. يعني انا كنت بدير مثلا تيم بنطلع في اليوم 3 انفوجرافيكس، 2 فيديوز، وقدر لا باس به من الارتكلز والكونتنت العربي والانجليزي. عالم مجنون يعني. يا لهوي. فكان واو. انترستنج. يت بتكلم نفسك، يعني مش بتكلم نفسك، يعني انت مشكلتي مع العالم ايجنسي بتكلم نفسك، هنا انت بتكلم ناس فعلا بس مش مونيتايزبل. يعني تجيب ريتش بس ما تقدرش ان انت تدخل فلوس. فانيتي ماتريكس، انها الفانيتي ماتريكس. بالظبط. انت عارف ان انت هتدي البيس العنوان الفظيع اللي هيجيب مع الناس، بس ات وونت سرفايف. يمكن ده اللي كانت تجربه يعني انا ما قبل ذلك كنت بالنسبه لي مصانع محتوى، لحد تجربه اشتغلت في ايدنتي ماجازين. بالنسبه لي دي تجربه انا بياع بقى. تمام. ليه؟ لان المجله في نهايه اليوم مجله مشهوره جدا في عالم الانترتينمنت، بس ما بقاش حد بيشتري المطبوع. فهو السؤال هنا ازاي تجو اونلاين بسياسه تحريريه صحيحه تبيع. اوكي. ازاي يعني هنا الناس شويه لما بتكلم على الديجيتال جورناليزم يقول لك انت بقى كنت بتعمل محتوى مش عارف ايه. لا، ازاي المحتوى ده جيت مونيتايز يا جماعه؟ ف واحده مثلا من الحاجات اللذيذه ده اي ونت ثرو في التجربه دي، عارف ذا جلوكي صح؟ بس طبعا ان الشباب يعني من احلى صانعي المحتوى في السوق. فكان هم كانوا منافسين ليا هم واكتر من حد، وكان الفتره دي انا محتاجه ست استراتيجي هي دي اللي هتدخل فلوس. فواحده من الحاجات اللي انت اشتغلت عليها كانت اناليسز فور الفيسبوك رياكتس. لو فاكر فيسبوك كده، موضوع رياكتس ده ظهر مؤخرا من كام سنه في اه 2016 17، اللي هو اه الها واللاف والساد والحاجات دي. فقررت ان انا هبيلد الاستراتيجي بتاعتي اراوند الرياكتس. ذا جلوكال مكان غريب عجيب بيعملوا الهايست ها رياكتس في السوق. تمام. فقررت ان انا الاستراتيجي بتاعتي ان انا هيت على اللاف رياكتس، الهولسم كونتنت. لو شفت بقى الكونتنت بتاع ايدنتي في الوقت ده، نور الشريف ومحمد صلاح مع بنته ومش عارف ايه، مش لان ده ترندنج كونتنت، لا، عشان خاطر دي الاستراتيجي. وستيكينج تو ماي استراتيجي في ان انا لو هنجو ها قوي ونعمل كونتنت مضحك قوي، لا، ارجعوا لي كده شويه، مش هنروح قوي كده، احنا الاستراتيجي بتاعتنا حاجه ثانيه. بالنسبه لي ده البيع الحقيقي. ازاي ان احنا عرفنا نقوم ده من الناس تحس. يعني انا عندي هبقى اوريك بعض السكرين شوتس. 97 مليون ريتش في الشهر، اورجانيك ريتش، ارقام خزعبليه باي ستيكينج تو ذا رايت استراتيجي. فكان انترستنج، تجربه انترستنج بالنسبه لي. ده شجعني ان انا اروح شويه. انا اسف ان انا مطول في الانترودكشن بتاعي، بس يمكن هيسمع معانا في حاجات تانية قدام لما يب. نتكلم عنها. بعد كده رحت قاف جاليري، هو براند ما يعني بدأوا 2 أصدقاء، طارق وسارة، بيبيع تي شيرتس وشنط وهدوم وحاجات كده، شباب وسط شباب ناو. وسط ناو. اكتر تجربه علمتني، بص انا السي في عندي حاجات على بالاسم كده شكلها امبرسيف ورهيبه، بس انا اكتر حاجه علمتني هي القف. ليه؟ لان كان عندي مسؤوليه ان انا افكر. مش عارف بقى لو احنا هنبيب الحاجات اللي انا هقولها دي ولا لا، بس كان عندي مسؤوليه ان انا اعك الدنيا، وان انا اضطر ان انا اصلحها. مفيش واحد تاني هيجي يشيل المصيبه دي مكاني، لان انا ما كنتش ميديا باير، لا، ده 2 صحابي جدا، وهم بص انت مفيش مترك انا هحاسبك عليه، البراند ده محتاج يوم. فما اكتر الاخفاقات اللي الواحد مر بيها.
ومعلش عاوز اخد هنا سايد توك على جنب. انا مش عارف ليه الماركت مؤخرا صحى كده للاخفاقات، واللي هو يا جماعه احنا محتاجين نبريز الفشل، والفشل ده فلسفه جميله ومش عارف ايه. تمام، تمام. بس هو الفشل هو درس تتعلمه، لو في درس اتعلمته من الفشل ده انا احبك. بس لو انت سيريال فيلر وكل مكان تروح وعمال تفشل، واحنا جايبين الشخص ده عشان هو الراجل ده فاشل وجميل، مش فاهم. ف... فيمكن اجمل ما في قاف التجارب الفشل اللي عقبها بقى مشكله. طب ما تيجي نحل الموضوع ده، ممكن نبقى نشارك بعضها. بعد كده اي موف تو نون اكاديمي. نون اكاديمي هو ابلكيشن موبايل بيعلم الطلاب في ابتدائي واعدادي وثانوي. وتجربه انترستنج بالنسبه لي بصراحه ان انا ابدا بقى عالم البرودكت الغريب. الكلام ده في 2018 2019. بسمع عن الكلام ده بس ما شفتوش قبل كده. بدات كماركتنج مانجر. بعد كده بدات ان انا اعمل اكوزيشن وامسك الاكوزيشن، ومعايا ادفرتايزنج بادجت مخيفه مخيفه. يعني انا عمري ما هنسى مثلا ان انا في مخاطره ما كنت بعملها كانت هتكلفنا 100,000 جنيه، ممكن كلهم يروحوا على الارض. وكان عندي ليدرشيب بجد. انا ماي منتور في الشركه كان عزيز، كان هو كو فاوندر. الراجل قال لي جمله، قال لي you don't need to ask for permission, do it and ask for forgiveness. اشكرك. طلع يعني وحش كاسر من جوايا من اليوم ده. ديسكليمر يا انت شباب، لو حد الراجل بيستخدم النصيحة دي do it on your own risk on your own. يعني بص، ما حدش يجي يمسك في زمارة رقبتي او زمارة رقبة عمر عشان نجرب النصيحة دي واترفض. انا بقول اهوت عشان ما بص، حدش يجي يمسك في زمارة رقبتي. لحد اللحظه دي انا شايف ان انا كنت بشتغل ماركتنج. لحد اللحظه دي انا شايف ان انا دخلت في عالم الجروث. عالم الجروث فعلا هو اتس اول اراوند. قد ايه انت عندك سرعه ان انت تجرب حاجات وتضغط على الزرار كلها وتجرب احنا هنعمل كذا، كل الحاجات دي، وتميك شور ان انت بتتراك الكلام ده صح عشان تطلع بليرنينجز يو كان سكيل الليرنينجز دي. ما قبل ذلك ام دوينج وات اي نو. يعني انا ساعات مثلا انا جايب عندي 10 مليون اكتف يوزر. والقصه دي الناس لما بتسمعها 10 مليون اكتف يوزر في سنه ولا سنتين، ايه ده انت ازاي جميل كده. ساعات بقول لنفسي يا جماعه هي دي مش قصه نجاح باي شكل من الاشكال. انت معاك بادجت خرافيه، ده قصف عشوائي. يو كانت مس. شوية. في ناس بجد بتاخد كريدت على قد ايه ان هم عباقره واذكياء وهو معاه بادجت كبيره. يا معلم لا يا معلم، انت ربنا سترها معاك ان انت معاك ناس معاه فلوس. فلا الكريدت بالنسبه لي مش في هذا القصف العشوائي، لكن في ازاي الواحد بجد عك شويه عكات وجرب شويه تجارب ما كانش متخيل ان هي موجوده. وفرقت. فدي كانت تجربه نون. بعد كده بدات ان انا اموف بقى. يعني عمري ما هنسى كنت شغال ماركتنج مانجر وعندي مخططات ان انا ابقى هيد اوف ماركتنج. ادينا كورتر رهيب، خلصت عدم لا السنه. مؤاخذة، بس استنى، هو ايه الفرق اه ما اتفضل. بين الهيد اوف ماركتنج والماركتنج مانجر؟ طيب بص بقى، ده فرق انا ما فهمتوش وقتها. يعني هو الفرق بالنسبه لي انت راجل مانجر، فالنكست ليفل بتاعك انت بقى هيد، نقطه. فانت اديت وعملت كل حاجه، وانا الراجل كان عندي وقتها 7 سنين خبره. فيعني يلا بينا بقى يلا بينا. استوعبت وقت، يعني استوعبت مع الزمن ان لا، ده انت جوينج اصلا فروم ليد تو مانجر، ده حوار كبير قوي. واتس نوت اباوت ان انت عارف انت ايه، كل سنه لازم بقى تترقى. الترقيه الجديده انت ليه هتبقى مانجر؟ لا. يعني من اللي تجربتي واللي اتعلمته اتس اول اباوت موفينج فروم تاكتيكال تو استراتيجيك. ازاي انت شخص مسحول قوي في هنعمل البتاعه دي، هننفذ البتاعه دي، كل التاكتكس دي. ليه لا، انا هحط الاستراتيجيه الصح اللي انا اقدر اراهن عليها، اللي ممكن تضيع وظيفتي اخر السنه لو ما جبتهاش صح. يات. فالجوينج استراتيجيك بالنسبه لي هو ده مانجر ليفل. هيد ليفل انا ما اظنش ان انا لسه عارف، ما عنديش فكره هو ده محتوائي. بس وقتها كان والله انا راجل عملت اللي عليا والنكست ستيب هي هيد. فايه الكلام. ف يوميها عزيز قال لي، دخلنا ميتنج وقال لي انا شايف ان انت تشتغل اسيستنت جروث مانجر. تخيل انت رايح تقول له انا عاوز ابقى هيد، فيقول لك لا انت هتبقى مش مانجر، هتبقى اسيستنت جروث مانجر، وما فيش جروث مانجر. عبط، احنا في عباطه بجد. لو انت بتقول ايه ما فهمتش ايه اللي بيحصل، وحسيت ان ده قرار غريب. سؤال لي انا اي تراست يو، وانا شايف ان انت في التراك الصح ومش عارف ايه. هيز ماي منتور.
فاروح البحر معايا وانا مغمض، فتمام ماشي انا مش فاهم ومش مقتنع، بس تمام مش اخرتها معاك إيه؟ طب انت يا استاذي انت بتوصيني، ماذا توصيني عشان اشتغل الشغلانه دي؟ انا بكره الصبح لما اجي اشتغل ايه اللي انا هعمله فرق بان انا كنت ماركتنج مانجر في ان انا دلوقتي اشتغل بروجكت مانجر؟ اداني بعض الكتب وبعض الوصايا واللي بس قال لي جمله، قال لي I need you to do intellectual work. حاجه كده اعمل الصح. استاذ غسان متعب جدا. فاللي هو يعني هعمل ايه؟ فتمام شكرا ليك. حسيت ان انا هقعد ادخل في مهاترات وانا مش فاهم انا ايه السؤال اصلا يعني. جزء من الاجابه ان انت تسال السؤال الصح، فانا ما كانش عندي السؤال الصح عشان اسالك. فقلت لنفسي طب بص روح عك شويه هتلاقي السؤال وبعد كده ارجع. فانا فاكر وقتها ان انا قلت طب ما تيجي اعمل ماركت ريسيرش صح واشوف اليوزر بتاعي مين واشوف مشاكله ايه الحقيقيه. شفت ان انا كراجل ماركت مانجر كنت بعمل كونتنت كان بيجيب بوزيشن، كان بيجيب ارقام، بس في الحقيقه هو مش بيخاطب التارجت الحقيقي باي شكل من الاشكال. على سبيل المثال عملت مثلا فوكس جروب وجبت الاهالي والطلاب وقلت لهم احنا هنسلمكم جوائز وتعالوا وانتوا احسن طلاب عندنا مش عارف ايه، عشان اسالهم وافهم منهم اكتر واعرف اليوزر بتاعي واقابله فيس تو فيس. فاحنا بنقدم خدمه تعليميه ببلاش مع بقى ايه مدرسين بقى اللي هو اخطبوط الفيزياء وعفريت الكيمياء والحاجات اللي انت عارفها دي. فالكلام ده بفلوس كان بيكلفنا جدا يعني. فانا متوقع لما اقعد مع الاب او الام يقول لي ده انت جبت لي خدمه تعليميه اوبا الكلام ده. فلما قعدنا لقيت الاهالي بيقولوا لي، لقيت اب مثلا قال لي آه، احنا مش عارفين نشكركم كفايه على ان انت طمنتني على بنتي في ليالي الشتاء ان انا ما وديهاش الدرس بالليل متاخر. انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه يا حاج؟ طب وبالنسبه لاخطبوط الفيزياء عقيده الكيمياء وكل الدراما اللي احنا كنا بنعملها دي؟ لا. هو وجهه نظر، ولو كلمت الام عندها وجهه نظر ثانيه خالص، ولو كلمت الطالب عنده وجهه نظر ثالثه خالص. الموضوع كان انترستنج قوي ازاي انت تخاطب الناس بجد وتسمع بجد، لان هي المشكله ان احنا بنقعد في الاوضه وفاهمين ان احنا بنفهم. احنا بنروح ناحيه كده. اكتر يعني من اكتر حاجات كانت بتعصبني تلاقي حد مانجر يروح باعت حد ايه جونيور يقول له ما تشوف لنا يا ابني الانسايتس دي. يروح جايب له شويه انسايتس اي كلام، هو جونيور ما عندوش وجهه النظر اللي تحلل ده بشكل احسن. يروح التاني واخدها طالع يجري بيها، يا جماعه في كذا كذا بيحصل. والناس كلها ما هو فيش ولا واحد من اللي قاعدين معاه انسايت، ما حدش فيهم عمل ده، هو البيت اللي عمل الهوم ورك فيهم يعني. فكلامه يمشي لان هو عمل الهوم ورك. فعموما يعني تجربه نون دي بالنسبه لي كانت هي اي اوبننج جدا في تجربه الجروث. واكتشفت فعلا ان انا ما كنتش محتاج جروث مانجر. مش فكره ان مش عدم احتياج، ضروري جدا ان انت تتعلم من حد، بس انت محتاج اضغط على زرار كتير وتست حاجات كتير قوي واضطر ان انا اكسبيرمنت. يعني مثلا من الليفلز كنت باكسبيرمنت عليها اسم الجروب بتاع المدرس هل بيفرق؟ ما اعرفش. يعني عندك مثلا مدرس مسمي الجروب بتاعه جروب العباقرة، ومدرس مسمي الجروب بتاعه مراجعة فصل الحديد مادة الكيمياء تانية سنة. مين فيهم يبيع أحسن؟ فكر كده معايا إيه رأيك؟ غالبا فصل المراجعة غالبا هيبقى أحسن. بالظبط. كلير وواضح وفي بين بوينت والناس تيجي تشتري، إيه المشكلة؟ وده اللي أنا وأنت نقوله. بس هي الفكرة إن أنا وأنت مش مستهلكين. أنا ببقى مشكلتي طول الوقت إن إحنا كماركتيرز ينقصنا احترام المستهلك على طول الخط بقى، كماركتيرز وغير ماركتيرز العاملين في هذا المجال عموما. ان احنا نقعد مع الناس ونقول لهم يا ناس هو انتوا مشاكلكم ايه؟ ما بيحصلش. هو الفكره ان جروب العباقره هو اللي بيشتغل احسن واحسن باي فار. تمام؟ ليه؟ لان هو الطالب كده كده بياخد المراجعه عند مدرس خصوصي، بس هو بيروح لك اونلاين فور ذا سنس اوف كوميونتي، كانه دخل فيسبوك بتاع طلبه اعدادي وثانوي، طلبه شبهه ويعرف يرفع ايده ويتكلم في المايك ويسال السؤال. يا جماعه ده انا من العباقره، انا بقيت براندد بان انا من العباقره ومع المدرس الفلاني. فالتيم بوينت بتاعه مش ان هو يذاكر يجيب 100% في الامتحان، التيم بوينت بتاعه ان هو اصلا بيذاكر. بس يعني انا كنت بشوف مثلا نون بديل لي اسمها ايه بتاعت الشبكه فورتنايت دي اسمها ايه؟ هي مسدسات دي اسمها ايه؟ ببجي. اه. بديل لببجي، مش بديل للمدرس. ليه؟ لان هو اوريدي بيروح لمدرس، بس انت عاوز
وعنده وقت فراغ وعنده سوشيال لايف مش موجوده، نفسه يحس عموما يعني. مش هطول في الجزئيه دي كتير، بس وات اي مين باي ذات ان اليوزر والمستهلك هو اللي عنده لازم يسمع له، مش الناس اللي عندها وجهات نظر دي يعني. طيب. بعد كده اي موف، بعد نون اي موف تو باينانس. كريبتو بقى، انا راجل راجل بتاع كريبتو من زمان وعندي هذا مش الاهتمام. هنطول هنا عشان ما يتقبضش علينا، بس عشان الكريبتو ممنوع في مصر والليجال. وانا تحذير، ماضي ان الكريبتو دي ايه برقم الليجال في مصر. مقدره. اه، وهو ماضي ان دي ايه، فانا مش عايز يتقبض عليا ويتقبض علينا، هو غالبا حد هيغتاله انا بعد عاوز اقول الحلقه لك دي على حاجه. انا ساعات مثلا بلومبرج يبعتوا لي ممكن تدينا تعقيب ووجهه نظرك على مش عارف ايه، ما بردش. مش هقول له مثلا مش هرد، ما بردش. ابعد عني يا انا ابو بايننس. انا يا ابني. ايه، فكك. بس فاحنا يعني الكريبتو ده موضوع شائك جدا جدا اه جدا يعني، وبما انه الليجال في مصر فاحنا هنعتبر نفسنا ما سمعناش اي حاجه، وهننتقل ناحيه لا هي مش البرودكت اللي هو ماركتنج. البروموتنج كريبتو از الليجل، بس هو الفكره ان التكنولوجي نفسها ما فيش اي مشاكل فيها. بس هي الفكره اللي انا وات اي نيد تو سي في التجربه بتاعت بايننس، ان بقدر يعني انا عاوز اقول لك ان انا لما بقعد في انترفيو او بميت ناس، بالنسبه لهم بايننس انت واخد الختم الصح، هو انت بقى بني ادم بتفهم، فاهم؟ بينما بجد يعني هي تجربه كانت فعلا لذيذه، بس مش هحطها حتى رقم ثلاثه او اربعه في التجارب المهمه في حياتي العمليه. هو الختم شكله لذيذ، بس انت لما بتلاقي نفسك الشركات المالتي ناشونال دي ساعات بتلاقي نفسك مجرد اكستنشن ترسف مكنه، مش قادر ان انت تعمل بقى الاشياء. I بس guess السؤال، انت اصلا ازاي لانديت البوزيشن دي؟ والله من الحاجات اللي انا بحبها قوي ان انا عندي قناعه ان انا لو خسرت او الميك شور ان اللي انا خسرته ده هعوضه. تمام. فانا خسرت فلوس في التريدينج بتاع الكريبتو، وات جيف مي انسايت رهيب رهيب. فلما دخلت بقى الانترفيو انا بجد كانوا بيسكتوني، اللي هو انا عندي دوكيمنت كامل داخل بيه بشرح فيه كل حاجه، واللي هو خلاص يا عم عرفنا يا عم كفايه بقى. ف... يعني راجل بحاول الخسارات اللي ما كسبت. فده كانت حاجه. بس الانترست في تجربه بايننس دي هو ان انت شغال مع تيم من كل العالم. فانا بشوف مثلا الناس اللي بتشيلي، الماركتير بتاع تشيلي ده بيفكر ازاي، الماركتير بتاع فيتنام ده بيفكر ازاي، الماركتير بتاع روسيا بيفكر ازاي. ف it gives you insight وبتخرجك من البابل بتاعت اللي شبهنا واللي بنشوفه كل يوم في السوق. انت اصلا بتبقى خرجت من الايجنسي ورحت للستارت ابس فاهم ان انت بقيت بيه بقى تفهم. فتشوف بقى البابل بتاعتك في ايه، تتفرقع كده لما تشوف الناس التانيه بتعمل ايه. انت كده يعني انت في تجربه باينانس ديت انت اصلا مايجريتد من السوق المصري لسوق تاني خالص، لان باينانس ما اعتقدش انها كانت بتوظف مصريين، او يعني اكسبليسيتلي بتوظف ناس من مصر، ممكن تكون كانت بتوظف ناس من يعني انا دبي ما او حاجه كنتش زي بدير كده. مصر بس، انا وزيدو في ايجيبت اه، بس كنت بدير حاجات تانيه، كنت بدير دول تانيه. ف عنده باينانس كانت معينه هيد اوف ايجيبت. كل واحد فينا كان هيد لبلده، فانا كنت هيد لبلدي واخرين. اوكي، ذاتس انترستنج الصراحه. انا قلت انت هتبقى مثلا شغال معاهم من مكتبهم في دبي بتعمل اوف شور ستاف، بس شغال اوت لا سورس بتاع بس. لا، هو انا لما لقيت مصر شدت في الموضوع فقلت خلاص انا ما بزعل. بص في ثلاثه ما بزعلهمش: الحكومه وامي والحلاق. تمام. ف... 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 فلا انا ما بزعلش الحكومه. الحكومه قالت ده غلط فهو غلط، اقفل يا باشا انا السلام عليكم. حتى مديري اصلا قال لي ان انا اقدر اري الوكيت. قلت له لا شكرا، مش عاوز اعمل اي قلق مع الحكومه، انا هابايد باي الرولز واللوز والسلام وبكده عليكم. بقيت برودكت ماركتير. بالظبط. فدي كانت اخر مرحله قبل ما موف لساري. وانا حاليا شغال في ساري. ساري هي شركه ستارت اب سعوديه، شغاله بي تو بي ماركت بليس، اللي هو بنوصل من المصنع لتاجر البقاله على طول، ونقطع الحته اللي في النص اللي هي بتاعت تاجر الجمله دي، او مش نقطعها قوي يعني، اتس مور تكنيكال ذان ذات. بس اقصد ان احنا بناخد بنخش في السايكل او السلسله في الحته دي. فتجربه انترستنج جدا، بس عشان اكون صادق وصريح I couldn't care less about المشكله دي. يعني انا عندي قناعه ان انت انت جاي تعمل هتشتغل هنا ايه؟ انا انت جاي جاي توصل البودكاست ده ايه. تعمل ايه؟ لان انا كان بالنسبه لي، انا لما اشتغلت في التعليم انا مقتنع باهميه التعليم ويمثل حاجه. لما اشتغلت في الكريبتو وانا مقتنع باهميه الفinتك ويمثل بالنسبه لي حاجه. اشتغلت في اللي هو انا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه،
ومش مقتنع، جود فور يو يا جماعه، اتس ا جريت كومباني، اما نشوف بتبيعوا ايه، ماشي ما خلينا نخش. انا بالنسبه لي اي فاسينيتد باي ان انت يبقى عندك الاسعار بتاعت كل مدينه وكل منتج وكل بلد. دي حاجه كراجل مهتم بالاقتصاد، دي حاجه بالنسبه لي مبهره. بس فوق ده لا مش مهتم. السبلاي تشين ليه ناسه، بس مش انا مش ناسه يعني. يت يت لقيت اهتمام بقى. يعني انا لما اتعاملت مع مديري بجد، او هيز ذا كو فاوندر سي تي او، انا لقيت شخص عنده نفس وجهة نظر الحمقاء التي احملها. مش حمقاء بس يعني مجازفه جدا. وهي بتقول ايه؟ انا ما اشتغلت جروث مانجر في نون، اشتغلت في الاول ماسك الاكوزيشن من بدايته، الفانل من اوله. بس كده لما بدات ان انا انزل بقى في الفانل اللي هو الاكتيفيشن والريتنشن والمونتايزيشن والكلام ده، استوعبت ان اللي بيحصل في الاكوزيشن ده هبل، لو ما اتظبطش احنا بنعك تحت. ف يعني مثلا كنت بقى، انا عايز اقول لك انا كنت بدير تيم التيلي سيلز المده. انا اللي كنت بكتب السكريبت وبحط التارجت وبعمل حاجات كده. كنت بدير حاجات في البي دي المده. فمن الحاجات الانترستنج مثلا لما تروح لمدرس فظيع بقى، توب رهيب، كنت تقول له يا مدرس ما تيجي تدرس معانا اونلاين، يقول لك تمام بس انا بعمل فلوس جامده جدا، ايه اللي يضيع وقتي عندك؟ ماليش فيه. يا تديني رقم مبهر يا بلاش. طيب البريك ثرو جه امتى؟ اشتغلت على ان انا اعمل دوكيمنت بناريتيف مختلفه. فما تروحش تقول له يا مدرس ما تيجي تدرس معانا، لا ده انت يعني ممكن اشير سكرين، مش عارف لو اقدر اشير سكرين. انت معاك اكسس ناو. طيب خليني اوريك كده تجربه لذيذه. بروح له بقى برنامج المدرس المتميز، اهداف ومميزات مش عارف ايه حاجات كده. فالفكره ان I provided البي دي تيم بدوكيمنت في ناريتيف قويه، يروح بيها المدرس ما يقولوش يا باشا تعالى درس معانا، يقول له ده انا شركه ماركتنج بتاعت مدرسين احسن واحد يطلعك اونلاين، انا عندي تيم بيعمل كذا وكذا 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 وكذا. ناريتيف مختلف تماما. تمام. ساعتها بيقول انت هو ما عندوش مشكله فلوس، بس هو عنده مشكله ريتش وصول. تصدق انتوا واضح ان الديزاينز بتاعتكم روشه، واضح ان انتوا فعلا عندكم 10 مليون طالب، واضح ان انتوا عندكم مش عارف ايه. ف this is growth market, this is growth management. ده اللي هو مش شغلتي ان انا اعمل اكوزيشن فقط، لا، ممكن دوكيمنت المنتج نفسه والبرودكت نفسه يغير تماما المستهلك والابروتش بتاعته وهاو ذي ديل وذ. فالرهان اللي انا براهنه او كنت يعني اللي اتفقت عليه مع مديري وانا داخل ساري، هو رهان بالنسبه لي مهتم بيه جدا. هو قال لي انا مش عاوزك يعني نتصور ان كل واحد كده بيدخل الشركه بيضيف قيمه، واحد يضيف مثلا خمسه، قيمه مقدارها خمسه، واحد يضيف قيمه مقدارها 10 الى اخره. فانا مش عاوزك تضيف اي قيمه، بس انا مستنيك تمالتيبلاي الناس الثانيه. مش عاوزك تضيف واحد واثنين و10 و100، انا عاوز لو في حد تخلي شغله يزيد 2 اكس 10 اكس 5 اكس وكذا. ميك ذيم مور efficient. ف... فدي حاجه انا بقى بالنسبه لي فاسينيتد باي. انا ما بفهمش في السبلاي تشين، بس فارق معايا قد ايه ان انا عندي قناعه ان الجروث مش بس ضروري للناس اللي بره الشركه نفسها. انت ممكن يكون عندك تولز جوه الشركه الموظفين بتوعك مش فاهمينها، فمش عارفين يبيعوها، فمش بيروحوا للناس عشان يدوها لهم عشان هم مش فاهمين. They don't have the proper onboarding and the proper documents to understand your product. فهذا الرهان من ان انت تشتغل على الناس. انا قضيت اول فتره ليا في الشركه مثلا بعمل حاجه اسمها التيك هايلايتس. احنا هنجمع الشركه كلها في ميتنج ونحط الفيتشرز اللي احنا عملناها واستخدامها وعملناها ليه والبينفيت مين وبتعمل ايه، ونشرح قدامهم الكلام ده. اللي بيحصل ان انت بتلاقي الريليس نوت مرمي كده في صفحه على سلاك، كله تكست، محدش فاهمه، محدش فاهم هو بيعمل ايه، وبيبل كودنج كيرلس، الراجل بتاع الاوبريشنز مش هيبص والراجل بتاع الماركتنج مش هيبص، وتيجي في الاخر نزعل هم الناس دي ليه مش بتشتغل على الحاجات دي؟ مش فاهم. فاشتغلت جزء من رهاننا ان maybe if we do it internally. انا بعمل برودكت ماركتنج اكسترنال حاجات لليوزر، بس للموظفين نفسهم. عندي مثلا حاجات في التك، عندنا تول مثلا people should use to report bugs. تمام. محدش بيستخدم البتاع دي. جيرا. نادرا. لا حاجه اسمها بوست مثلا. اوكي. فانت ازاي تقنع الناس ان this is more efficient؟ تعالوا يا ناس استخدموا this approach it will make us more efficient في شغلنا. فاهم؟ فكامبين بقى هديك مثال، مثلا حاجه زي الريسيرش.
يعني ما نقدر ان انت تلاقي اصلا في ستارت اب ريسيرش. انا اسف يعني، انا شفت ان البيج نيمز في السوق ولا يسمعوا عنه. بيبقى ايه، جايب كده اشترى ريسيرش من شركه بدون ذكر اسماء، ويبقى اصلا ريجيد وفي مشاكل. ف الريسيرش، طيب مين بقى بيفتح الريسيرش حتى لو هو موجود؟ ما نقدر، وبتحضر الميتنج وبالعافيه. طيب رحت عامل تجربه لذيذه كده، ما تعمل، تيجي نعمل كومبيتيشن، سميتها بيرسونا تشامبيونز ليج. تمام، هنعمل ايه؟ تعالى نعمل، نحط اسئله على اليوزرز بتوعنا، وجس يا جماعه انهي يوزرز من دول عنده البين ده او الاهتمام ده او مش عارف ايه. بدل ما اروح ابعت للناس يا جماعه اللينك بتاع البيرسونا اهو روحوا اقروه، لا اي ميد كومبيتيشن عشان اخلي الموظفين نفسهم يعرفوا هو مين يا جماعه اليوزر بتاعنا. صح صح معايا كده، وبي انجيجد وركز، ده اليوزر بتاعنا، دول الناس اللي احنا بنخدمهم ومحتاجين الناس نتعلم عنهم احسن. فتجربه بالنسبه لي فاسينيتنج، موضوع الرهان على ازاي الماركتنج فور اور اون ستارت اب كان بي مور افيشنت اند جيت اس. عندي دور تاني بعمله ليه علاقه بقى بالبانرز بريفورمانس والكاتيجوريز، كل الحاجات بتاعت الجروث، الالعاب الجميله دي. بس بالنسبه لي الحته دي مبهره، مش عارف وايه ليه، له مش عاوز البرودكت ماركتنج بقى من كل ده؟ اه. طب يعني انت شاكب قول لي. راكب كده، انت قاعد بتتكلم عن جروث وقاعد بتتكلم عن انترنال ماركتنج وبرودكت مانجمنت. شاكب راكب كده، يعني صراحة فين البرودكت اصلا؟ يعني ايه هو البرودكت ماركتنج؟ يعني انا ما سمعتش يعني انت ذكرت البرودكت ماركتنج في القعدة دي كلها، نص ساعة اللي فاتت دي كلها مرة واحده. عشان وكل مش مقتنع ان الاكتيفيتيز هو اللي انت ليه كنت معنى. بتتكلم عنها كل الاكتيفيتيز اللي انت كنت بتتكلم عنها، البرودكت، الجروث ماركتيرز بيعملوها، والديجيتال ماركتيرز بيعملوها، والديجيتال ماركتنج هيدز بيعملوها. بس انت ما ذكرتش مره واحده انا كبرودكت انا عمر زيدان برودكت ماركتير انساري بعمل كذا. مش مقتنع، عشان مش مقتنع، مش شايف ان في بوزيشن المفروض يبقى اسمه برودكت ماركت مانجر. لسبب بسيط جدا، هو الشخص ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجات ليها علاقه بالريسيرش، بالجو تو ماركت، نعمل نخلي البرودكت بتاعنا يتباع بقى، المنتجات اللي جوه البرودكت والفيتشرز الكلام ده يبيع اكتر، يشتغل اكتر، حاجات كتير شبه دي. تعال نسيرش دلوقتي، نفتح انا وانت اي ويب سايت. انا نفسي حد يقعد معايا يقول لي ايه الفرق بين ده وبين الماركت مانجر، ولا اي حاجه. انا عمري ما لقيت الفرق الصراحه. يعني ايه في راجل ماركتنج مانجر مش بيعمل ريسيرش؟ يعني ايه؟ يعني ايه راجل؟ انا بتبقى مشكلتي ان احنا بنهاير راجل ماركتنج مانجر، وفجاه كده بنكتشف ان احنا برودكت كومباني، وان احنا واحنا قاعدين معاه ما عيناش واحد يبقى فاهم يعني ايه برودكت كومباني، وان هو محتاج يماركت للبرودكت، مش بيماركت لكام صوره روشه عشان هو جاي من ايجنسي. اللي هو فنتخض، فنقول طب ما تيجي بقى نعين واحد فاهم بقى البتاعه دي، البرودكت مش عارف، والبرودكت كومباني. الناس اللي قاعده من اصغر واحد لاكبر واحد محتاج يفهم دي برودكت كومباني. احنا باي اكتيفيتي ريليتد للبرودكت، نقطه. فمش مقتنع ان برودكت ماركتنج از ا ثينج. طب هل انت مش مقتنع برضو ان البرودكت ليد جروث از ثينج؟ ما هو اتس ا تاكتيك، وسط تاكتكس كتير. تمام، بس في نهايه اليوم مش حاجه انا عندي برضو قناعه شويه، ان انا بشوف الناس بتشتغل باي انسنتفز وريورد سيستم. لا تنتظر من انسان ان هو يعمل حاجه كده خارج سياقه ويقول اكسترا مايل اذا لم يكن يحاسب عليه وحد يسقف له ولا يديله مرتب زياده ويقول له شطور. فكك فكك. يعني من الحاجات اللي شفتها كتير في الاقي مثلا عندنا برودكت، بتكلم عموما، يعني انا برضو عاوز اوضح ان كلامي مش عن ساري، انا بتكلم عموما عن شركات كتير عشان ما حدش يفتكر ان اي كيس هقولها هي بتاعت ماي كارنت كومباني. لا لا، عندنا، مش هيرفدوك، انا تمام. لا لا خالص خالص، انا راجل جميل، انا جاي انا وانت الحلقة نقعد دي نتضايق، بكل الأحوال أكيد في محبينك كتيرة هيوصلوها جاي انا وانت لمديرك يعني. نتكنسل النهارده، فانا تمام يعني. بس الفكره ان عندنا برودكت، والبرودكت ده عاوزين نبيعه. جميل، يا مين يبيع البرودكت ده؟ مين يا جماعه قريب من المستهلك؟ التيم الفلاني. احنا بهوات ما بنروحش، بس التيم الفلاني اون جراوند هو اللي يروح يبيع الكلام ده. اللقطه ان التيم الفلاني لو باعوا المنتج ده هياخد من التارجت بتاعهم. تمام، هم خليني اديك مثال. مثلا احنا في نون بندي تعليم، تيم السيلز بيبيع كورسات مع مدرسين. بس لو جيت قلت لهم يا تيم السيلز اقنعوا المدرسين دول احنا جايبين بديل ليكم وتارجت مش بتاعكم خالص ومحسوب على الديجيتال، اقنعوه بقى يستهلك البتاع الديجيتال دي.
ما انت كده هتقلل التارجت بتاعي وهتقلل نسبتي وهتقلل فلوس هاخدها اخر السنه، ابيعه ليه؟ ده انا اخر واحد اهتم ان انا ابص في وشه. بعد كده تيجي لنفسك، هي البتاعه دي مش شغاله ليه؟ يا ربي، هو مش عارف كده. فانا بقول الناس بتشتغل بالانسنتفز ولا تنتظر منهم دون اداء. فعشان كده بشوف ان الماركت مانجر، المعضله بتاعت الماركت مانجر والجروث مانجر والبرودكت مانجر والماركت مانجر والكلام ده بتدور في فلك الانسنتف والكي بي اي اللي بتحاسبه عليه. وراجل الماركت مانجر مؤخرا، او الحاجه الجنرال اللي موجوده في السوق، ان الراجل ده بيتحاسب على ريتش، براندنج، اكوزيشن، كل الكلام ده. الراجل بتاع الحاجات الملونه، فاهم؟ ودخل بقى دخلت لكم زباله شكلها عامل ازاي، ما دام الكوست بير اكوزيشن مظبوط، وما دام انا اعمل لكم براندنج وجايب ريتش مظبوط وسي تي ار تمام، محدش يبص في وشي. طب يا جماعه احنا الناريتيف بتاعتنا ايه؟ طب احنا نبيع ايه؟ ما حدش يبص في وشي. هيجي ناس تانية تصوت، الناس اللي عملوا البرودكت دي تقول لك يا نهار اسود، طب احنا ليه ما حدش بيتكلم على الفيتشر الفلاني اللي احنا عملناه؟ احنا عاملين الفيتشر الفلاني دي عشان خاطر مثلا نفترض ان احنا عاوزين نعلي نسبه نقلل الكاش بيمنتس ونعلي الاونلاين بيمنتس، عملنا فيتشر ده. طب ليه يا جماعه ما بتعملوش ده؟ لا، ما هو البيه بتاع الماركتنج مش فاهم في الحته دي شويه، فاحنا هنجيب بيه تاني نعين، يعرف يعمل نفس الحاجه دي، نعين واحد تاني عشان يعمل كامبين يقول للناس يوز الفيتشر الفلاني. ايه العشوائيه دي؟ بقول لك انا شايف المشكله ان الاولاني الماركت مانجر لا يحاسب على الرايت ميتريكس والرايت كي بي ايز اللي تخليه مهتم ان هو ينجح البرودكت والفيتشرز اللي جواه. هو يسال من مين؟ يسال من الهيد اوف ماركتنج اللي بيبقى جاي من باك جراوند بقى كانت بتاعت براندنج، فهو راجل بيفهم براندنج. ففي بس بجد في هيد اوف ماركتنج في السوق كل وجودهم قايم على ان موبايله عليه ارقام ايجنسيز شطوره بيدق عليهم وقت الخطر. عايزين نعمل كامبين يا شباب ومعايا البادجت يلا بينا. فالحياه بالنسبه له كلها عباره عن يلا بينا نعمل كامبين ونروح. فما تقدرش تقول له ما تعلي لي، قلل الكاش بيمنتس وعلي الاونلاين بيمنتس، ما يفهمش الكلام ده. فعشان كده بقول لك انا بالنسبه لي شغلانه البرودكت ماركتنج دي مش عاوز اسميها اشتغاله او انها بس اختراع كده، عشان عندنا ناس مش عارفين نحاسبهم على المترك ده وهم اوريدي شغالين معانا. طب ما نجيب حد بيعمل نفس السكيلز دي بس نحاسبه على المترك ده تاني، اللي هو مش فاهم. لو عند حد عنده وجهه نظر اخرى يفتيني. والله نفس خصوصا الشيء، ولكن تحبون لقب البرودكت ماركتنج. بقول لك ايه بقى، احنا السوق مهووس بالبازوردز. انا لازم احس ان انا مهم، انا لازم احس ان انا اصل الماركتنج ده مانجر ده على قديمه. انا ليه ماركتنج مانجر؟ انا بجد انا حاطط نفسي برودكت مانجر عشان خاطر ده اسم البوزيشن الرسمي بتاعي، تمام؟ بس انا بعرف نفسي انا بياع وانا راجل ماركتنج مانجر، ودي الاكتيفيتيز اللي انا بعملها. كميه الناس اللي مسميه نفسها جروث في السوق وهي ما عدتش على الجروث من الشارع حتى. انا عدى كورسات. عليا بوزيشن جامد فشخ، كان اسمه اسوشيت ماركتنج برودكت سبيشالست او حاجه زي كده. البوزيشن دوت على حد عدى على حد انت تعرفه، يعني كان حد انت تعرفه هو اللي حطه يعني. الله بدون الله. بدون ذكر اسماء. بس اللي هو خيابه. انت بتعمل ايه؟ طيب ما انا مش فاهم يعني ايه اسوشيت برودكت ماركتنج جروث ماركتير. انا مش فاهم ايه يعني انت بتعمل ايه في الاخر برضه؟ يعني بتتحسب على حاجه؟ هل انت بتحسب على مشاريب غير اللي انا بحاسب عليها يعني؟ هل انت بتشرب مثلا سحلب هل انا بشرب مثلا سحلب وانت تروح تشرب اسبريسو يعني من يس. من ستاربكس؟ ما- ما- يو ريز ذا جود بوينت اكشلي. يعني انا يمكن مش مقتنع بالبوزيشن بتاع البرودكت ماركتنج، بس انا مقتنع بان فعلا في جروث مانجر. يعني انا لحد يس. فتره قريبه ما كنتش مقتنع، كنت شايف ان ما هو برضه هي نفس الاكتيفيتيز اللي بيعملها الراجل بتاع الماركتنج مانجر. ايه الاختراع؟ ثم ادركت ان احنا في نهايه اليوم عندنا كونفرجن ريتس من السي تي ار كونفرجن ريت، الاكتيفيشن كونفرجن ريت، البيمنت، كل الحاجات دي. وكل واحد عاوز يقول ان الكونفرجن ريت بتاعه احلى كونفرجن ريت. الراجل بتاع الاوبريشنز عاوز يقول ان الاكتيفيشن بتاعتي احلى اكتيفيشن. بس لولا بس الحمير اللي فوق في الفانل بتوع الاكوزيشن دول هم اللي مضيعيني. وتطلع بتاع الاكوزيشن يقول لك هم بس تحت اللي بديهم، هم ما بيعرفوش يمسكوا في اليوزر، بيقع منهم ماليش دعوه، وهكذا. انا مقتنع ان شغلانه الجروث مانجر هو شخص عنده الانتجريتي، حط تحت انتجريتي دي مليون خط، ان هو يشوف الفانل ويركز في الكونفرجن ريت والفلو اوف يوزرز خلال الفانل، ويبقى عنده الامان ان هو يقول يا جماعه في مشكله في الحته دي، ليتس ورك اون فيكسنج المشكله. يبقى شخص جنراليست يقدر يقعد مع بتاع الاوبريشن يفهم يحل معاه، يحط استراتيجي مناسبه. انا بشوف ان الراجل بتاع الجروث از استراتيجي بيرسون
بس الماسلز بتاعت في استراتيجي بيبل بقى اللي هم استراتيجي قوي، بس ده راجل بتاع ماسلز شويه ممكن يشتغل مع اوبريشنز ومع الى اخره. فبشوف ان في فعلا ماركتنج مانجر ما يقدرش يعمل كده، فكك ما يقدرش هو مع بتاع الاوبريشنز يحط الفوركاست الديماند فوركاست والسبلاي فوركاست والكلام ده بالنسبه له غريب. بينما الراجل بتاع الجروث محتاج ان هو يكون بيحل، مش لان ممكن تكون مشكله الاكتيفيشن مش ان الراجل بتاع الاكوزيشن مش عامل، لا الناس صح بس الفوركاست مهبب، فمحتاج تقعد وتفهم مع الناس دي وتبلانت صح وتماتش الحته دي. فدي وجهه نظري يعني، مش عارف لو انت عندك وجهه نظر مختلفه. لا يعني انا سمعت من كذا جروث ماركتير انا اثق فيهم، يعني ان الديجيتال ماركتير تحسه بيلبس جاست ذا اكوزيشن هات، بينما الجروث ماركتيرز بيلبس كل الهاتس في الفانل. اللي هو انا مش بس مش بس انا بلعب على الاكوزيشن، انا ممكن اكون بلعب النهارده على الاكوزيشن، الشهر الجاي بلعب على الاكتيفيشن، الشهر اللي بعده واللي بعده واللي بعده وبلعب على الريتنشن، عشان انا محتاج ان انا اوري ارقام للانفستورز، وان انا مثلا البيس بتاعتي بتكبر، بس مش البيس في اول الفانل بس، البيس كمان في نص الفانل، البيس في اخر الفانل. انا بحافظ على اليوزرز بتوعي، انا مش نتفليكس والناس بتكنسلني. يس. فده سمعته كتير، فانا اثق في هذا فاين الراي. بارت بقى يا سيد مصطفى، ان كميه الكورسات اللي موجوده في السوق اللي بتتكلم عن الجروث وهي ملهاش، في اشخاص عاملين كورسات برودكت مانجمنت وبرقم وقدره وما عداش على الجروث، بس هو انا حد قال لي ان هي دي الجروث فانا هعملها كده. او الناس اللي بتعمل ميديا باينج ومسمياه جروث. انا مش فاهم يا جماعه، ميديا باينج از ثينج والجروث حاجه ثانيه. لما انت تديني كورس كله في التوب اوف فانل وريتنشن برضه عشان يعمل لوب ويدخل لي برضه توب اوف فانل ثاني واكوزيشن ثاني، ده مش جروث باي شكل من الاشكال. بتزود ارقام جود فور يو، يعني دول قبيله الجروث هاكينج واللي انا مش بحبهم. جروث عندي مشاكل هاكينج از معاهم. ديد. ما هو انا بشوف الجروث هاكينج ده اتس ا ديد. بارتي تريك. تمام. اتس ا بارتي تريك. انت عاوز اوريك بقى، ابقى بخلق لك براند من العدم واخلي لك البراند ده يشتغل ويجيب ارقام وتشوف بقى كوست بير اكوزيشن مرعب، يلا بينا هيعمل ده. بس تعال نشوف البراند ده كمان سنه هتلاقيه مات. يب. هو بروت فورس هيخش بعنف ببادجت فظيعه، هيجبر الناس بالعافيه ان هي تيجي مش بيجبرهم بالعافيه بس اقصد بيعمل تايب اوف كامبينز بحسه عفيجه جدا. اللي هو انا اعمل ادفرتايزنج 70 كامبين اشوف مين فيهم الكوست بتاعتها هتظبط واكمل. مفيش احترام لليوزر والمستهلك. بس هحكي لك حكايه. انا سبت قاف من فتره. تمام. وقاف ده ابني الصغير، انا 5 سنين بدير قاف. بس حسيت ان انا عندي انشغالات وحاجات تانية مش قادر اديه بروبر اتنشن، فاضطريت ان اسيب. جبت شباب توب التوب في الميديا باينج، انا بحترمهم جدا وشايفهم عباقرة احسن مني بكتير. فالمهم بعد شويه جالي كومنت من الشباب ان اللي ماسكين المكان، بصوا مش شاب شطار بس هو الكابشنز مش لذيذه، انت كنت بتعمل حاجات كده جميله ومش عارف ايه. فهي مش عشان انا عبقري وجميل وبكتب كونتنت جميل خالص، بس it goes back to incentive. تمام. الانسنتيف بتاع الشخص الميديا باير هو يسال عن ايه؟ الكوست بير اكوزيشن. فانت لو جبت شكسبير وشغلته ميديا باير هيكتب كونتنت حلو برضه، مش شغلته. هو الراجل ده يسال عن الميديا باينج يا جماعه، يسال عن الكوست، وهيفضل يعمل الكامبينز اللي تجيب كوست قليله وتبينه جميل. على عكس ما انا كنت بسال عن الكوست، كنت بسال عن حاجات ثانيه. فاللي هو اليوزر ده ابني. يعني مثلا واحده من الكي بي ايز كانت عندي، كان عندنا براند اسمه قاف ارت سبيس موجود في المعادي، والبراند ده موجود في العدم، حته في المعادي كده، انت عشان توصل لها وتلاقيها يعني محتاج تبقى تايه، حد متوهك ورميك من العربيه عشان توصل. كان وحش قوي. فكان السؤال ازاي تجيب الناس للمكان. ده اكتر ما استمتع بيه في هذه الشغلانه وفي الجروث والى اخره. بازلز، الشغلانه دي بازلز. ازاي يديك بازل زي ما قلت لك المثال كده بتاع ايدنتي. ازاي براند اوف لاين يجو اون لاين ويبيع اون لاين. هنا ازاي براند مش متشاف الناس تيجي. فيقول جو تو، ما تيجي نعمل ايفنتس، ما تيجي نعمل ادفرتايزنج، ما تيجي نعمل شغل. الاستراتيجي بتاعتي كانت انترستنج شويه. الاستراتيجي بتاعتي كانت ان انا هكومنت على الناس على جوجل مابس، وهينسنتفاي الناس ان هي تريفيو اس على جوجل مابس. تمام. ده مش كوست بير اكوزيشن، ده مش
بير مسج، ده مش عدد حضور في الايفنت وفور اسمها فورم فيل وكل الحاجات بتاعت الادفرتايزنج دي، لا. انا عندي رقم بيقول ان في جوجل بيسجست الاماكن للناس اللي في المكان، في المنطقه. لو في واحد بيتمشى في المعادي، جوجل بيروح باعت لك نوتيفيكيشن لك مساء الخير، انت نفسك في مكان بتاع ارض، طب ما تيجي اوديك. فاهم؟ This is growth. ده انت فاهم اليوزر بتاعك، بتحترمه، فاهم هو ايه احتياجاته. فالمترك بتاعي الانسنتيف بتاعي ما كانش هديكوا احلى كوست، لا انا فاهم اليوزر وهجيبه مالكش دعوه حركتك ازاي. ف فانا يعني مش بالتالي عارف. محتاج اعمل ايه عشان ابقى برودكت ماركتير بقى؟ محتاج تبقى ماركتير. بس شكرا، نقفل الحلقه على كده يا ابني، خلاص احنا كده خلاص خلصت. لكن بتعمل يعني، انا دايما بشوف المشكله يا عزيزي. هديك حته كده ايه. يبقى ليا صديق عزيز اسمه صاوي، دايما اقول لصاوي جمله يعني انا بكررها بشكل اسبوعي. اقول له يا صاوي، الناس الاجابه الصح مش صعبه ومش غريبه ومش صعب الوصول ليها، بس مفيش حد بيقرر ان هو يصحى الصبح ويدو ذا رايت ثينجز ويستيك تو ذا رايت ثينجز. انت عارف ان انا عشان ابيع محتاج اسمع اليوزر، طب بتعمل ايه عشان تسمع اليوزر؟ ما عنديش ريسيرش، ما بسمعوش اصلا. طب اسمع يا عم رحيم، طب ما ده المنطق، طب احنا هنعمل ايه؟ هنبيعك. اديك مثال، اشتغلت من فتره مع براند هو بيوصل منتجات جروسري في محافظه ما. تمام. فتعالى نعمل بيسكس. انا مشكلتي مع هذا الماركت ان البيسكس ما جاتش. احنا طول الوقت عاوزين نعمل كده ايه، مجتهدين وبنعمل حركات. طب ما يا جماعه البيسكس، تعالى ورقه وقلم، تعالى كده نشوف هو اليوزر بتاعنا بيصرف قد ايه، مواصفاته ايه، الريتنشن بتاعه كام، الكارت بتاعه شكله عامل ازاي، الى اخره. فالشخص كان عنده تصور ان اليوزر، الفيميل يوزر بتصرف في الشهر اراوند 1200، والميل يوزر بيصرف في الشهر اراوند 4800 جنيه في الجروسريز. ايه رايك؟ وات؟ ازاي؟ وهو يا استاذي الفاضل مش منطقي ومستحيل، لا لا لا. بعد كده بعد شويه نقاش، ما هو اصل الراجل هو اللي الفلوس في جيبه، فعشان كده الفلوس دي بتطلع من محفظته، فعشان كده فالشركه كلها مؤثره بوجهه نظر شخص ان هو الراجل هو اللي بيدفع، فاذا احنا هنأساين الفلوس دي على الراجل اليوزر الراجل، فاحنا هنعمل ده. بينما اللي كان فيه لعبه جميله جدا ان احنا عندنا اليوزر بيز اغلبه ستات، طب ما تيجي نروح للمسج بتاعت خليكي في البيت امنه مطمئنه، ما تنزليش في الزحمه في مش عارف ايه في اي وقت. and it worked and it worked الكارثه ان it worked. فاللي هو طب ليه؟ ما حاجه منطقيه، ليه ما حدش قعد ما سال نفسه المستهلك ده شكله ايه؟ فانا انا بحزن على قد ايه احنا، يعني احنا مش عتالين، احنا مش شايلين، مش بقد إيه انت عملت. انا كنت زمان ايه ونفسي، انا قعدت 13 ساعه بكتب في ريبورت، انا مجتهد قوي. تمام. الريبورت ده فيه كام حد من زمايلي فهمه وكليكد معاه وقرر ان هو يشتغل بالانسايتس اللي فيه؟ مانجر. طب انا عدد الساعات ال 13 ساعه اللي الشركه دفعتهم لي دول عشان اعمل هذه الحاجه الفظيعه الرهيبه، استهلكوا في ايه؟ ولا حاجه. فانا بحس ان being efficient go to basics يا جماعه. والله الموضوع ما هو بهذا التعقيد. انا قدوتي في هذا العالم، عارف القصه بتاعت كل المليحه في الخمار الاسود؟ في راجل، هي اغنيه مشهوره قوي يعني، راجل بياع واقف في السوق معاه اسمه توب لونه اسود. تمام. عاوز يبيع التوب بتاع ستات. فبدل ما يقول توب من القماش الحرير الهندي الفظيع مش عارف ايه، راح قايل بيت شعر كده: قل الملحد في الخمار الاسود ماذا فعلت بناسك المتعبد، قد كان شمر للصلاه ثيابه حتى وقفت بباب المسجد. المهم يعني هو بيبص في واحده لبست التوب الجميل الاسود اللي هو بيبيعه ده، ففي واحد عابد راح يصلي فهي شتتت دماغه من كتر حلاوتها وحلاوه التوب وبتدمر يا عيني حاجات كده. فهو الراجل بيستوعب ان اللي جاي يشتري مش جاي يشتري لان التوب ده الاكثر متانه ولا اجمل لونا ولا احسن ستايلا، بل يحس ان هو جميل. فلو هي ست، في واحده يا جماعه في كيس ستادي في سوشيال بروف بيقول ان في واحده لما استخدمت ده الراجل كان رايح يصلي فتشتت. تمام. هيخليكي بهذه الفتنه. ولو انت راجل وعاوز تاتي هذه حاجه جميله، فدي كيس بروفد في الماركت، اشتري اللي بتاعك. بديع، قصه من التراث بديع.
فانا بحس ان، يعني انا بشوفني انا كراجل شغال، انا بقى لي يعني في مهنه الماركتنج فقط تحديدا 10 سنين. بشوفني مقل جدا ان انا اقرا كتب كتير زي زمايلي او مش عارف ايه وحاجات. شوف بخلص، بلاقي ناس بتخلص في السنه الواحده 30 كتاب و70 كتاب في المجال، مش كتاب عموما. ومن اين تجد الفرصه ان انت تطبق اللي انت قريته ده؟ انت تسمع اليوزر وتقول له يا حبيبي. يعني انا مثلا، انا في كتاب بحبه قوي اسمه جود ستراتيجي باد ستراتيجي، قريت الكتاب ده على سنتين ونص. ما انا مش هخترع، الراجل قال لي معلومه، تعالى نقعد كده ونشوف المعلومه دي. آه استخدمها ازاي، هو اليوزر بتاعي بيفكر فيها ازاي، طب احل بيها ازاي؟ بس عمال تحمل اوزارا كده، يعني كمثل اللي مش عارف ايه يحمل اوزارا. لا، مش مقتنع بصراحه، او هذه وجهه نظري. والله يعني هي وجهة نظر تحترم، واحنا هنقفل الحلقة على هذه وجهة النظر اللي تحترم، بعد ما استفدنا في هذه الساعة إن مفيش حاجة اسمها برودكت ماركتينج، والخدعة اللي عملها الشيطان إن هو أقنعك إن هو مش موجود، ودي الخدعة اللي أقنعك بيها البرودكت ماركتيرز إن هم في حاجة اسمها برودكت ماركتينج، بينما مفيش حاجة اسمها برودكت ماركتينج، وأنت تسمح لازم لي ترجع اختم بتو للأساسيات. ستيتمنتس يا مصطفى؟ طيب، عاوز اختم بس بتو ستيتمنتس. الستيتمنت الاولى، الجمله اللي انت قلتها بتاعت مفيش برودكت ماركتنج، هو بس انا وجهه نظري اللي بقولها ان يا جماعه هي ستيل ماركتنج مانجر عادي خالص، بس احنا بنهاير الناس بدون ما نقول لهم يا جماعه دي برودكت كومباني، او مش في الدي ان اي بتاع الشركه ان دي برودكت كومباني. بتلاقي مثلا ان الفاوندر بيبقى اوبريشنز باك جراوند، مش عارف ايه باك ايا كان، فمش مقتنع شويه بموضوع ان احنا برودكت. فالناس باي برودكت مش مقتنعين بده، فتلاقيهم عادي بيهايروا ناس عشان يحلوا الواجب، مش عشان خاطر هم فاهمين ان احنا جايين الشركه دي. فانا بس الجمله الستيتمنت بقولها ان عادي اتس ماركتنج بس في شركه بتاعت برودكت، نقطه. فدي الستيتمنت رقم واحد. الستيتمنت رقم اثنين، كنا بنتكلم، كنت بتقول في بدايه الحلقه ان انا بقول ما تتعلمش من كورسات وبلوجز وبودكاست والكلام ده. انا بس حابب اختم الجمله دي ان يعني كلها مفيده، كلها ضروريه، بس انا بيحزنني ان الناس مش مستوعبه. واحد، اختلاف الزمن. يعني ايه؟ يعني انت حضرتك لما تقعد تقرا بقى الكوتلر وتقرا اللي مش عارف مين وكل الكلام الجميل ده على اهميته وعلى ضرورته، بس الكومبيتيشن اللي كانت عنده زمان مختلفه عن الكومبيتيشن عندك النهارده. وانت الناس بقى عندها كميه بدائل رهيبه، وكميه ادفرتايزنج بيعدي قدامه في اليوم رهيب. فانت بقيت بتتنافس على الجزء من الثانيه اللي بتطلع فيه في الاعلان للشخص. وات ام سينج از، في ناس قاعده في حقبه ماضيه مش راضيه تخرج منها. يا جماعه لا، يا جماعه والله العظيم الواقع مختلف. بليز، احسن حد يعلمك هو اليوزر وتجارب يعني انا مثلا رايز اب مش اللي فات ده، اللي قبل، قررت ان انا اسيرش على كل واحد كاتب جروث مانجر في البوزيشن بتاعه على الابلكيشن بتاع رايز اب. انا اي ميت ذم وقلت لهم هو انتوا بتشتغلوا ايه؟ ايه الدي تو دي بتاعكم؟ بتعملوا ايه كل يوم؟ تجارب الاخرين هتعلمك جدا. لما اشتغلت في باينانس بعت لكل الكيرز بتوعي من دول تانية، قولوا لي الدي دي بتاعكم بتعملوا ايه، بتشتغلوا ايه، ايه القصات والحته دي. فرقم واحد اللي انا عاوز اقوله في النقطه دي ان احنا في زمن مختلف عن بعض الكتب القديمه. فبليز اسمعوا من السوق والناس اللي في السوق عشان خاطر هي دي التجربه اللي مفيده. اتنين، بحس الناس ساحله نفسها في حاجات قديمه وكورسات، مش بس كورسات قديمه، كورسات عموما. هو ما يسمعش اليوزر. تعال نقعد نتكلم في كورس كونتنت. شكرا، انا جميل بقيت شطور وبكتب كونتنت ماشي، بس حضرتك بتكتب كونتنت وعمرك ما عملت اي بي تيستنج عشان تشوف الكونفرجن بتاعك شكله عامل ازاي، وعمرك ما سمعت اليوزر، وعمرك ما عملت ريسيرش اصلا عشان خاطر تفهم اليوزر ده بتاعك شكله عامل ازاي. ايه فايده الكورس؟ ولا اي حاجه. انا بالنسبه لي انك تقعد، انا مثلا كان بيجي عليا اوقات، انا ليه كنت بحب القفا، لان انا لما الاقي مثلا منتج ما يبيعش اروح نازل المحل قاعد قدام المنتج لما حد يشتريه ويحطه كده تاني اقول له انت ما اشتريتوش ليه؟ ما عملش كده ليه؟ بالنسبه لي ده ابرك من ان تقعد حضرتك مشغل بودكاست مده ساعتين بتسمع عباقره الماركت. اسمع اليوزر، ارجوك ارجوك، احترم اليوزر. تمام، وبعد كده بقى بيلد كل المعارف والحاجات العبقريه الرهيبه دي. بس طول ما انت فاهم ان انا لو ذاكرت، يعني في بعض الناس بتبدا بالام بي اي قبل اصلا ما يكون بقى سينيور. انا عاوز ابقى من دلوقتي عامل ماسترز في الماركت. وبعدين فالستيتمنت الثاني اللي انا بقولها ان الماركت تقدم جدا، انتم محتاجين تتعلموا من الناس اللي
بتواكب هذا التقدم والمشاكل الجديده اللي بتظهر في الماركت. ده اللي هيعلمنا. واثنين، ان اللي هيعلمنا هو اليوزر. في معارف كتيره وكورسات جميله ورائعه وكل حاجه، بس لو انت مش بتسمع اليوزر بجد ارمي كل ده في الزباله، ملوش اي معنى. بس كده يا استاذ. شكرا جدا ليك. آه غالبا دي هتبقى اول حلقه في السنه، وهتبقى غالبا سبيشال لان هي ساعه. الحلقات اللي قبل كده كانت كلها نص ساعه تقريبا، بس قشطه يعني. احنا لو زهقت ممكن اقسمها حلقتين، بس غالبا مش هعمل كده يعني. ما قلناش حاجه كونتروفيرشال يا استاذ مصطفى. مش في البودكاست ده ان شاء الله، يعني في بودكاست اخر بنخطط له ان شاء بس الله، اخر نقول فيه بنخبط كل شويه. كل الحاجات الكونتروفيرشال اللي موجوده، وهيبقى اكسبيرينس بيست وليس ماركتنج بيست. فلو حد مهتم يلا يعني، الانبوكس عندي لو حد عايز كونتروفيرت، انا موجود. بينا. وهنظبط الدنيا يعني. في بس فري يا جماعه، لو انتوا تكتبوا اسئله او عندكم وجهات نظر شايفين ان انا قلته ده غبي. I would love to have this argument معاكم يعني. لا، هي المشكله ان ما حدش بيعارض. هي دي الفكره. بجد يعني اكتر حاجه مهمه هي هذا النقاش، لان انت بيعدل بوصلتك. يعني انا ساعات ببقى جاي وفي وسط النقاش توصلني المعلومه الصح، مش حتى ان انا الشخص التاني يقنعني او انا اقنعه، لا. في هذا التصادم بيخليك فجاه كده تصدق ده يمكن انا وهو يجي لنا ريفيليشن بالفكره الصح. فوي نيد تو هاف الخناقه دي يعني. فضلكم وصدموا اكتر، يعني ما تاخدوش الناس على فيس فاليو. put their knowledge to the test. عموما on that note we shall end this podcast، ونشوفك ان شاء الله في حلقة جديدة من بودكاست اخر احتمال. من يدري، نشوف الموضوع ده بعدين بقى. ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من بودكاست ما لا يخبرونك عن التسويق، البودكاست اللي بيقول لك الحاجات اللي انت ما تعرفهاش عن الماركتينج. يلا، في رعاية الله. اتمنى تكون الحلقة فادتك، ولو حبيت الحلقة ما تنساش تعمل لايك على يوتيوب، سبسكرايب على البلاتفورمز المختلفة اللي احنا عليها على البودكاست، وشير مع اصحابك الحلقة دي. ولو عندك حلقة، لو عندك اي سؤال للضيف، ما تترددش ان انت تسأله له، ما تترددش ان انت تسأله لنا واحنا نسأله للضيف ونجاوب عليك. ودايما اسأل. وبس كده. اتمنى يكون البودكاست ده نال اعجابكم.